ازيك يا صديقي الاهلاوي؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. فوجئنا النهارده ان في كلام ان الكابتن احمد عبد القادر بعد ما عرف استبعاده من القائمه اللي مسافره المونديال قعد مع الكابتن خالد بيبو وقال له زهقتوني ومشوني في يناير عشان انا جبت اخري. النهارده هنتكلم بالتفصيل كده هو ايه اللي يوصل احمد عبد القادر للحاله دي. لعيب من اول ما جه كولر كان بيعتمد عليه بشكل اساسي، والجماهير حتى ياما انتقدت كولر على اداء احمد عبد القادر، ولكن برضه كان بيصر عليه مستر كولر. للعيب دلوقتي بينزل مش عارف يستلم الكورة ولا يباصي ولا يعمل أي حاجة، وخرج من حسابات مستر كولر تماما ومش عايزه معاه في المونديال. لعيب رغم ان احنا كنا داخلين الميركاتو عايزين مهاجم، بس جبنا عليه رضا سليم عشان يشتغل كجناح، وكمان لما رجع كريم فؤاد اللي الاهلي اصلا جايبه كباك رايت لعبه في مركز الجناح، صحيح مش نفس الناحية بتاعت احمد عبد القادر بس برضه استخدمه كجناح على انه يبدأ باحمد عبد القادر. ما هو هيودي كريم فؤاد جناح، هيودي جناح تاني مكانه مكان احمد عبد القادر هناك. عشان ما نوجعش دماغ بعض كتير ركز معايا عشان الحلقه هتبقى قصيره قوي، ويلا بينا ندخل على طول في المفيد. البدايه ترجع لفبراير 2018 لما كلنا فوجئنا ان في ناشئ في الاهلي محدش عارفه اسمه احمد عبد القادر هرب وراح احترف في سبارتا براغ في تشيك. ساعتها الكابتن امين عرابي اللي كان ماسك مدرب الفرقه بتاعت الناشئين في الوقت ده قال ان احمد عبد القادر هرب، ودي مش اول مره يعملها لانه قبل كده طلع وهرب على بازل السويسري في المجلس السابق، ولكن رجع لنا تاني واعتذر وبقاله شهرين اصلا ما بيجيش التمرين. وكمل امين عرابي وراح قايل ان ياما قعدوا معاه حسام البدري وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ عشان يحاولوا يمضوه، ولكن الراجل كان دايما بيرفض. وبيكمل كلامه الراجل وبيقول ان احمد عبد القادر موهبه ممتازه، هو بيلعب كجناح او صانع العاب وممتاز جدا، ولكن مشكلته انه كان موجود في النادي من سن 9 سنين وما اعترفش بالفضل ده كله وخان النادي باللفظ اللي هو قاله. والموقف ده هو مربط الفرس. اول حاجه بنتكلم فيها يا جدعان في لعيب الكوره قبل موهبته ورجله والموهبه اللي ربنا اداها له العقليه. المهم نكمل ان بعديها بشويه كده سنتين هو راح في التشيك ما عملش حاجه، لعب 4 ماتشات ما جيبش ولا هدف، وفي الاخر الاحتراف بتاعه اللي كان نفسه يبقى محمد صلاح وكده فشل، فقرر يرجع تاني ورجع على النادي الاهلي. واول ما رجع النادي الاهلي اتصور في التتش وقال النادي الاهلي ده بيتي وانا اتربيت فيه وعملت فيه انجازات وكل الناس تطمح ان هي تلعب في النادي الاهلي، وكلمتين حلوين كده من اللي بيعجبوا الجماهير. طب تفتكر ايه اللي خلاه بعد ما هرب وطلع بره يفشل ويرجع تاني؟ الحقيقه كمان انه قال ان هو كان فعلا رايح بازل، بس هو فاضل بين بازل وسبارتا براغ في تشيك واختار سبارتا براغ. يعني راجل حتى كان بيفاضل بين الناديين وطلع بازل، ما عجبوش القصه رجع تاني للنادي الاهلي اعتذر وبعدين هوب طلع على تشيك. موقف رجوله بصحيح يعني. المهم يعني ان هو بعد ما رجع النادي الاهلي قعد شويه وطلع اعاره لسموحه، عمل شغل كويس مع احمد سامي ورجع النادي الاهلي. والحقيقه احمد سامي بيتكلم عليه وقال ان الراجل ده بغزاله، يعني هو كتير بيفكر من دماغه وبيرتجل من دماغه. احمد عبد القادر كل القصه هو انا وبس، نفسي وبس. بتبان جدا في الانانيه والفرديه بتاعته ان هو بيلعب لنفسه، بتبان جدا في الفرص لما تكون معاه الكوره وطالع على الجون وجنبه زميله لو اداها له 100% جون، وبيفضل ان هو يرقص ويحطها حتى لو النسبه هتقل ل 70%، بس المهم انا اللي اجيب الجول. طبعا عقليه البلاص دي مش نافعه في حاجه ومش هتعمر في الملاعب. عقليه احمد عبد القادر هي اللي خليته يشبك مع الجماهير على السوشيال ميديا ويعمل عقله بعقل مشجع. عقلية احمد عبد القادر هي اللي شايفه ان مستر كولر مضطهده وان هو احسن واحد في الفريق ومحتاج يشيل الفريق على كتافه في الوقت اللي احنا فيه ده، وبالتالي عقليته دي اللي بتخلي مستر كولر بعد ما نكسب بطوله ورايح يسلم عليه يزقه وينفض له ويمشي، اللي بتخليه هو قاعد على الدكه. ازاي انا كاحمد عبد القادر اقعد على الدكه واللعيبه دي في الملعب؟ ازاي الراجل مش شايف الامكانيات اللي انا فيها دي؟ وبالتالي لما بينزل فعلا ويتحط في الاختبار انت بتشوف المستوى المزري اللي انت شايفه ده، ولكن لو جيت تكلم احمد عبد القادر هيقول لك ما دام الركنه النادي الاهلي هو اللي بوظني، انا كنت اعظم العظماء. الخلاصه يعني فكره المظلوميه اللي عايشها احمد عبد القادر دي مش هتاكل عيش، وبصراحه انا شايف ان واحد بالعقليه دي من صغره ما اعتقدش ان هو ممكن يتغير. وياما شفنا امثله بالمئات من اللعيبه الحريفه اللي ما جاش زيها، اختفوا واتدفنوا ودلوقتي بطلوا ومحدش بيجيب سيرتهم. العقليه دي هي اللي موصله محمد صلاح للحته اللي هو فيها. يمكن محمد صلاح مش احرف لعيب جه في مصر، بس اكاد اجزم انه انضف عقليه لعيب كوره مصري جت في التاريخ. العقليه دي اللي طلعت ميدو وهو عنده 18 سنه يحترف بره، ولكن بص مسيره ميدو على قد الاسامي الانديه الكبيره اللي لعب فيها، شوف الانجازات اللي عملها ميدو، وهو نفسه بيعترف بالقصه دي وبيقول انا كانت دماغي ضايعه مني. ملخص الليله دي انا اتمنى ان النادي الاهلي فعلا يستجيب لاحمد عبد القادر ويمشيه في يناير عشان هو يرتاح واحنا نرتاح، ونطلع من القصه دي بدرس.
لو اي حد فينا عنده ابنه شايف فيه الموهبه او بيلعب في نادي او ناشئ في نادي معين، اهتم بتعليمه. اوعى تفتكر ان الكوره بس في الموهبه وفي رجله وفي الملعب. النجاح والوصول للحلم بيبدا اصلا من البيت، بيبدا من المدرسه، بيبدا من التعليم. الواحد بيقابل ناس فعلا شايفه في ابنها موهبه والواد فعلا موهوب، ولكن هو شايف ان هو عايز يخليه لعيب كوره لدرجه انه ممكن يقعده من المدرسه، المهم يلعب كوره. لازم توسع مدارك الواد، لازم تخليه يفهم ويصحصح ويعرف ياخد قراراته ويطلع راجل ويبقى قد كلمته. صدقوني اللعيب بالموهبه بس مش هيوصل لاي حاجه. وعلى العموم يعني مستر كولر هياخد كل اللعيبه معاه، هو بعت القائمه فعلا بس تحسبا ان في لعيب يتصاب ولا حاجه، ممكن يبدل لعيب مكان لعيب قبل الماتش ب 24 ساعه. لو ان اعتقد برضو ان بعد الكلام اللي حصل ده احمد عبد القادر برضو مش هيسافر. عموما ده كان كل حاجه النهارده، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في ماتش يوم الجمعه مع شباب بلوزداد، وان شاء الله نعمل ماتشات كويسه في كاس العالم للانديه ونعدي من الفتره والكبوه اللي احنا فيها دي. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.